ثم القضية في الإخلاص في هذا العمل. إنما الأعمال صور قائمة روحها وجود سر الإخلاص فيها. مش كده، مش في العمل. روح العمل إيه؟ يا ولدي، سيدنا الشيخ محمد زكي إبراهيم، يا ولدي كن شافعيا أو مالكيا أو حنفيا أو حنبليا، ولكن كن محمديا. يا ولدي كن مجلببا أو معمما أو مقفطنا أو مسرولا، ولكن كن محمديا. روح الشريعة. يا ولدي كن قاضيا أو عاملا أو أجيرا أو مهندسا أو كذا أو صانعا أو تاجرا، ولكن كن محمديا. كيف تكون محمديا؟ روح الطريق. تأمل ما أتى موسى وقصته مع العابد. شفت الأدب اللي هو ألزم به سيدنا الخضر سيدنا موسى، وهو نبي مرسل من أولي العزم من الرسل، في سيره في هذه الرحلة العلمية من مقام الإسلام إلى الإيمان إلى الإحسان، كما تحدثنا من قبل. وقلنا أن هذه الرحلة كل مرحلة فيها تمثل مقام من مقامات العلم والمعرفة بالله تعالى في السير في طريق الرشد. وإن السفينة تمثل مقام الإسلام، وقضية الغلام تمثل مقام الإيمان، وقضية الجدار تمثل مقام الإحسان.